انت متخيل ان دي لحمه بط؟ شرايح البط مش موجودة برضه في أي مكان. ده بقى طاجن الباشا، عباره عن ميكس لحوم مش موجود عند اي حد. ده تحدي. المطبخ المصري على مر العصور معروف باختراعاته المميزة واللي دايما بتتطور بشكل ملحوظ جدا. والفيديو النهاردة عبارة عن كام أكلة جديدة عاملين إضافة هايلة، وكان لازم أروح أشوف إزاي عملوها وأطبق على كلام كل اللي جربوها. ده غير إن الموضوع ده عامل جدال كبير جدا، لأنه في بعض الأصناف اللي عليها علامة استفهام زي لحوم البط وفواكه اللحوم اللي مش هتلاقيها كل يوم. والممتع كمان في التجربة إن بعض الأكلات دي بتتعمل قدامك على الترابيزة كنوع من التشويق والإثارة. ومن داخل محافظة الشرقية وبالتحديد في مدينة منيا القمح هتشوفوا تجربة فريدة من نوعها بيقدمها مكان مشهور من سنين على مر الزمان. حرفيا المكان ده غريب من الايتمات والاصناف اللي بيقدموها، يعني بط مشوي وطواجن بط. انا مش عارف القصه دي فيها ايه. يلا بينا. وأول نوع من الأكلات دي صدور البط المشوية على الفحم، واللي مش بتقتصر على شويها بس، لا ده كمان بتكمل سواها في الزبدة قدام عينيك، واللي طعمها خطير فعلا بعيد عن أي مشويات تانية. يعني بط مثلا واخد تتبيله ونزل على الفحم، وبعدين يجي في الزبده قدام عينيك تتحمر في الزبده كمان تحميره. يعني انا مش فاهم، يعني انت ازاي لحد دلوقتي ما اكلتش بط في ركنه مشاوي باللي هم بيعملوه ده؟ والأغرب كمان إنهم عملوا بنفس البط فخارة تركي اللي بيكون معاها مجموعة من الخضار الفريش ومحشي ورق العنب وغرقانين في الرز البسمتي والتتبيلة الخاصة بيهم. واو خطير، والتتبيله بتاعتهم خطيره. وما تحبش البط بقى، هم بقى بيقدموا لك طريقه تخليك تحب البط. واخر حاجه من ناحيه لحوم البط انهم عاملين طاجن بالسمنه البلدي ومليان قطع بط بتتبيله خضار هايله بتخليك محتار ان دي لحمه بط ولا لحمه من نوع تاني سواء بقري او بتل. انت لو بتعشق البط فالطاجن ده ليك. كلام يعني انت بتشوف البط اصلا كور لحمه، مش بتشوفه بط زي ما انت متعود تاخد النسيره معروفه ان هو صدر البطه. لا، صدر البطه بس قطعه بط. ده في ناس كتير قوي كلته ما قالتش عليه ان هو بط، كله قال لك لحمه تل. الناس بقى اللي قالت عليه ان هو مش بط، اكبر دليل ان ده بط ادي جلد البط يا جماعه. ده جلد بط ولا جلد ايه بالظبط؟ مش فاهم. ده جلد التل ولا جلد بط؟ ده ايه؟ ولكن الغريب اكتر ميكس فواكه اللحوم اللي معمول لاول مره بطريقه مختلفه وخارج الصندوق، اللي تناسب ذوق اي حد اكيل ويفهم معنى الحاجات دي، واللي تقريبا بتضم اكتر من نوع من حلويات اللحوم واللي هم بيقولوا عليها سر من الاسرار ومسمينها طاجن الباشا. ايه ده؟ ده سر المكان. ده حاجه بشواتي فعلا. لا جامد. انا مش عارف ايه هو بصراحه. مش عارف. في لحمه، في حاجات غريبه قوي، في كلاوي، كوارع برضو، في كوارع، في نخاع. بص هو الطاجن ده سر، فهم مش عاوزين يفصحوا عنه ومش هنتكلم عنه كتير، بس بصراحه فعلا هو بشواتي. ده حتى عاملين شوربه وبرضه مسميينها الباشا وطعمها مختلف وجميل، ورفضوا ان هم يقولوا مكوناتها علشان مطلوبه كتير عندهم وغامضه بين الزباين. في قطع كوارع صغيره. لا قولوا لي كوارع نهائي، ما فيهاش كوارع نهائي. امال ده ايه ده؟ كل صنف بجربه بحس ان في حاجه غريبه، يعني انا مش فاهم في ايه، بس طعمها جاحد قوي، يعني فعلا شوربه الباشا. ومن الروعه والابداع والوصول لفكر جديد انهم شغالين بالريش البتلو علشان تعجب كل الاذواق، لان في ناس كتير ذوقها ما بيروحش للريش الضاني، فقرروا ان هم يعملوا ريش بتلو. يعني بصراحه حاجه فوق الوصف. ركز في الكلام، بتلو مش ضاني، يعني حاجه زي ما انت شايف كده. ده يبقى دوب، مفيش كلام. احنا قلنا المكان ده غريب وبيقدم حاجات غريبه، حتى الريش اللي بتلو ما صلحهاش في حالها. وهقفل معاكم الفيديو بالاكله اللي بتيجي على قلب كل الاشخاص، وهي العكاوي اللي مسويينها بطريقه جامده قوي، مخلياها دايبه ذوبان السنين، والطعم والجوده برهان مختلفين. بصراحه يا جماعه جوده العكاوي حلوه قوي قوي. احلى حاجه في العكاوي ان هي من عند ركنه مشاوي، عكاوي على ابوها. المكان ده اسمه ركنة مشاوي، مع انه غير موازين اللعبة في عالم المشويات وبيقدم اكل مختلف وبجميع النكهات، وموجود في منيا القمح محافظة الشرقية. ولو جربتوه قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.